ده بقى اوبا، صباعي دخل جوه، كانش هيخرج صباعي ده. بص صباعي ده ما كانش هيخرج تاني. ماليش دعوه. تمام. ده اسمه بصر، يعني المدفونه في الرز، يعني الشوربه، يعني الطاجن. أوه. حاجه ترم العظم، بسم الله ما شاء الله. ده اللي من الاخر بقى. ده دواء العيان بجد. ده بقى البصر دواء العيان اللي مش اي حد يعرف يجيبه في مصر، يعني ده بيطلع باعداد معينه ومش في كل الاوقات، مش في طبعًا. كل الايام. لا صح؟ لا طبعا مش في كل شوفي الاوقات. كده بقى، فين اللي انت هتفتحها لنا؟ هنفتحها لكم على الهوا. ده البص محار بيطلع من البحر الاحمر، تنظيفه. دي السره بتاعته بيبقى ماسك على الجنبين. بص صاحي، انت شايف ان هو صاحي؟ هوبا قفلت، شفت بقى؟ بنمشي السكينه حوالينه على الجنبين. يا روح ما بعدك روح، مش هتستسلم اكيد. اوعى ايدك يا ابو اسامه. ماشي 3 وسط. هي عبل ما بتفك الجنب خلاص احنا لا ده احنا يعني ننصح ان انت ان احنا ناخدها من عندك مخليه صح؟ الانصح الاحسن بالكيلو مخلي. واللي عايز فيها خطوره، مفيش مشكله، فيها خطوره عاليه جدا. بالظبط بالظبط يا جماعه. كده خلاص انت بدات تدخل ايدك عادي كده بقى خلاص صح؟ بس كده عبل ما خدت انت السره من الجنبين خلاص. وريها لنا كده بقى. فيه المعده بقى بتاعتها احنا بنخرجها تاني بقى. بعد كده المعده بتتشال. المعده دي اللي بتترمي. دي كده السره اللي بتبقى ماسكه في الارض، دي بتترمي. ودي المعده. دي اللحمه. ورينا بقى اللحمه بقى. دي اهم شيء طبعا. خد بالك من بق القرش ده، احنا كل حاجه عندنا بتعض. اهم شيء الحته دي. كده احنا نضفنا اللحمه ما شاء الله. كده بتشطفها وبتقطعها جزل وبتدخلها في رز مدفونه، وفي ناس بتنشفها. الناس اجدادنا كانوا بينشفوها تحفه. كانوا مجففة. بينشفوها على زي السرمباء الناشف المجفف. تحفه. انا عايزه اوريه لهم هو مخلي. حاجه يا جماعه تحفه تحفه. ما شاء الله.